اوف اوف اوف، اقالة لوران بلان. الاتحادية كم مدرب اقلتوا انتم من بداية الصندوق؟ والله ماني فاكر، هم 3 ولا 4 في سنتين، مستحيل يا عيال. بعد الكارثة اللي صارت من لوران بلان في مباراة النصر، نادي الاتحاد قبل شوية نزل خطاب رسمي يعلن نادي الاتحاد عن انهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الاول السيد لوران بلان. اوف، والله العظيم اني احسبه مقلب. واللي حيكون مدرب الاتحاد مؤقتا الكابتن حسن خليفة. صدقوني يا اتحادية، هذا إجراء جدا واقعي، وأصلا أعتقد من أول كان المفترض يصير لوران بلان ما هو المدرب الفني أو التكتيك الفني بشكل كبير، ولكن أعتقد في مدربين أكبر يستاهلوا أنهم يكونوا يدربوا نادي زي الاتحاد، عقبال ما يكون في نادي كذا يا رب كمان يجولوا مدربين أكبر برضو من اللي في بالي يا رب. تاريخي تاريخي يا جيسوس. اللهم لك الحمد والشكر يا اخوان. بشكل رسمي نادي الاتحاد يعلن عن اقالة لوران بلان من تدريب نادي الاتحاد وتعيين حسن خليفة كمدرب مؤقت. يا حبيبي يا حبيبي يا اتحاد، شكرا يا اتحاد، اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر. الله ينفع بهذا القرار، يا الله يا كريم. كل الشكر والتقدير والاحترام لجيسوس، هذه اول ضحايا جيسوس في دوري الروشن. شكرا للنصر، شكرا للنصر على الانتصار، شكرا للنصر على الانتصار، شكرا شكرا. كيكة، حجيب كيكة أنا. رسميا يا جماعة الخير، نادي الاتحاد ينهي العلاقة مع لوران بلان يا معلم. السباك أخيرا مشي يا جماعة الخير. طبعا حسن خليفة هو اللي يمسك التدريبات نادي الاتحاد، والتشكيلة هو اللي ينزلها يا معلم. الأمور طيب. أخيرا مشيت يا لوران بلان بعد ما عذبتنا ودمرتنا وطلعت روحنا. دحين نقدر نحجز تذاكر مباراة شباب الأهلي دبي عاسي عن النخبة يا معلم يوم الثلاثاء. شكرا لوران بلان، شكرا. ليش شكرا؟ عفوا. الاتحاد يقيل المدرب لوران بلان. لوران بلان أول ضحايا جيزوش. بالتوفيق للاتحاد، ولكن بعيدا عن نادي النصر. جيزوش ما قصر. هذه البرتغالي أقول أخونا سامي جابر. جيزوش. الله يوفق جيسوش مع النصر ويوفقنا ويوفق شو. والله يا جماعة كنت نايم، جاء القرار الآن رسميا إقالة لوران بلان. فاموس، الحمد لله، دموع الفرح ورب الكعبة المدرب تعبني. رسميا بلان طار. إيه السارة صباحي، برا برا يا متدرب. حمد يا رب، لك الحمد. دموع يا أخوان، هذا المدرب تعبني من 6 شهور، تعبني. رسميا نادي الاتحاد يعلن إقالة لوران بلان. فاموس فاموس. قلنا بلان وبدينا في الحلول المؤقتة. طيب الآن نادينا متجه على وين؟ مين حيدرب النادي؟ هل أنا حدرب النادي؟ لا. طيب الآن من ولا أنا مدرب؟ والمدرب اللي حيجي هل حيعرف لعيبتنا؟ والله هو خيار الإقالة الصراحة الآن كان خاطئ. يعني إحنا كلنا ما كنا مستوعبين إنه بلان من أول مباراتين حيقدم نفس الأداء اللي كان يقدمه السنة الماضية. ليش نستنى دائما لما نلطم بعدين نغير؟ شفتوا عدم إقبال على التذاكر، قلت والله نغير المدرب يمكن العد شوية نجيب جمهور. ليش ما غيرتوه من قبل يبدأ الموسم؟ الآن غيرت بلان، هيروح دور مدرب، وأول شرط يرضي غرور بنزيما، يكونوا هو بنزيما أصحاب، عشان احنا عارفين اللي صار مع موسانتو، عشان بنزيما لا يطير ويطيرنا احنا كمان من الجماهير. انا سامع ان الاتحاديه يبغون فالفيردي، ارنستو فالفيردي اللي كان يفوز وهو نايم. انا الصراحه والله اشوفه مدرب ممتاز ويناسب افكارنا وخططنا، لكن قديش يبغى له عشان نتاقلم، عشان نفهم اللعيبه، عشان نفهم دورينا ويستوعب الحر. ما ادري، يمكن ينام علينا بعدين الله خارجنا. بدري يا الاتحاد، بدري على الإقالة، بدري على الإقالة. انت المفروض اول ما انهيت الموسم غيرت مدرب. انت كذا انهيت ودفنت اعداد الموسم، دفنته. هيجيك مدرب بافكار جديده باسلوب مختلف هيمسك النادي، لا النادي فاهمه ولا هو فاهم النادي. والمعسكر اللي انت سويته راح يجي مدرب افكاره مختلفه عن افكار التمارين والتدريبات اللي سويتها في المعسكر. تبغون نصيحتي على الاتحاد؟ سووا نفس ما كانت تسوي اداره الهلال، تتعاقد مع مدرب سابق قد درب نادي الاتحاد في الفتره هذه. نعم، جيبوا لكم اي مدرب كان ناجح مع الاتحاد في فتره من الفترات في اخر 3 ولا 4 سنوات وخلوه يمسك الاتحاد في الفتره هذه، حتى وان كان اسماء كثير تغيرت على النادي، ولكن الاتحاد يبقى الاتحاد نفس اسلوب لعب. وانا ارى عوده نونو سانتو بصراحه، وجهه نظري. طبعا الاتحاديه ابخص بناديهم، ولكن هذا وجهه نظري.
سويتيهم يا جيسوس رسمين إقالة مدرب الاتحاد بلان. اللي ما يفهم كورة يدري إن هذا المدرب بيكون موسم فاشل له من يعني المباريات الودية، بس ما أدري ليش الاتحاد صبر وتعثر بالدوري وخسر السوبر. لو مغير المدرب كان ممكن يحقق شيء. طبعا كان صراوي زعلان، ليش؟ الاتحاد ممكن يرجع ينافس على الدوري إذا جاء مدرب صاحي، ونفس الوقت احنا نلعب ضدهم في الكاس. كنت أبغى يعني المدرب يبقى لما نطلعهم من الكاس بعدين يجوا مدرب ثاني، بس استعجلوا. نفس الوقت ما استعجلوا لأن المفروض هذا المدرب أصلا ما يبدأ معهم في الموسم هذا، بس على طول بدله. فمن البديل المناسب لبلان؟ والله مو حلم، حقيقة يا شيخ، أخيرا يا شيخ، انقلع يا ابن انقلع يا ثور. ألف مبروك الجمهور الاتحاد إقالة بلان، لكن حسب الأخبار المتداولة ممكن يكون مدربنا الجديد تشافي. ليش؟ بس للأسف إني أقول لك بلان هو واحد من أفضل المدربين اللي فاز مع نادي الاتحاد. لعب بلان 46 مباراة مع الاتحاد، فاز في 34، تعادل في 6، خسر في 6، سجل 105 هدف، جاب بطولة كأس الملك وجاب الدوري. ودحين مؤقتا تم تعيين حسن خليفة. حسب الأخبار المتداولة تشافي هو مدربنا القادم، لكن يا أخوان ما نبغاه في الاتحاد. هذا حيجي لسه عشان يسوي تيك تاك ويبغى له موسمين. إحنا الموسم هذا نبغى نلحق أي بطولة، لا تطير. لكن ننتظر ونشوف من مدرب الاتحاد القادم. لكن الله يسعدك يا مشاهد، لا تنسوا تدق الفولو، ما باقيش نوصل للنص مليون، فزر الفولو يفيدني. الله يسعدك. عيال انا في حلم ولا في علم يا عيال؟ والله العظيم وانا اسوق في نص الطريق الا ويجيني هالاشعار من حساب نادي الاتحاد الرسمي. قلت والله لا اوقف، والله لا اوقف. واخيرا يا عيال واخيرا نقدر نتنفس يا عيال. لكن عندي سؤال يا عيال، قبل انكم انت بتتابع مباريات مسلسلات افلام تراهم مسوين خصومات اكثر من 50%، وهذا كود الخصم فوق الخصم، الرابط في البايو. الحق مين راح يكون مدربنا الجاي؟ علموني، او تشوفون مين المدرب الانسب لنادي الاتحاد؟ اكتبوا لي في الكومنتات. واخيرا اقدر انام وانا مرتاح يا عيال. بشكل رسمي تم إقالة مدرب الاتحاد بلان بعد هزيمته أو خسارته من نادي النصر في الدوري. من قبلها خسر أيضا من نادي النصر خسارتين متتالية. والاتحاد نادي كبير، الاتحاد نادي بطولات، الاتحاد نادي عظيم بلاعبيه ولا بكيانه ولا بجمهوره. أبدا لا يمكن أن يرضى بهكذا مستويات. يعني صحيح أن النصر تغلب عليه في مباراتين سابقتين وأداء عظيم من النصر، لكن ما وجدنا أبدا أن الاتحاد هو اتحاد الموسم اللي فات. يعني اتحاد صراحة غائب أجواء المنافسة وأجواء المباريات. وأنا شخصيا لو تسألني أبو عودة أقول لك من أول بلان مو مالي عيني. وإذا قلت لي جاب مع الاتحاد الدوري والكاس، نعم، ولكن أنا أرى، ومو بس أنا، الكل متفق إن اللي أتى بالدوري وأتى بالكاس لاعبين وليس بلان. يعني أنا أتوقع إن بنزيما هو كان يدير المشهد في نادي الاتحاد، وهذا الشيء يعني واضح أو اتضح لنا حنا جمهور واتضح للإعلام إن بلان ما كان له اللمسة الواضحة أو اللمسة المؤثرة في نادي الاتحاد. دون رأيكم الاتحاديين، هل الخبر هذا يسعدكم وأنتم مع بقاء بلان؟ حلو، أحلى خبر سمعته آخر الليل، لوران بلان باي باي. حلو، طيب مين البديل؟ مدرب من شيئين؟ ولا طبطب ليس يطلع كويس مثل غياردو؟ أكيد من شيئين، نفس الصفقات. لكن هنا هذه ما هي مشكلة، هذه توقعها، لكن الخوف من هذاك يرجع يزعل علينا ويسوي زعلان عشان صاحب. هنا كمان هذه مشكلة ثانية. والله كثرنا هذا الموسم من هارد لك. يهو ترى جمهور الاتحاد والله ما يستاهل هذا كله، ولا في علوم حصلت في نهاية الموسم عشان كذا نضغط شوية، لكن انفوخ له ونعيش على الهارد لك، تيجي زي ما تيجي. رسميا يا جماعة الخير إقالة مدرب نادي الاتحاد لوران بلان. هو يا جماعة الخير الساعة 1 إقالة المدرب. أنتم يا جماعة الخير رأيكم في هذا القرار هل مناسب أم لا؟ واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات يا جماعة الخير، ولا تنسوا المتابعة واللايك والكومنت والشير، واشوفكم على خير. الله أكبر، الله أكبر، عاجل أبو العواجل. الاتحاد يعلن إنهاء عقد لوران بلان المدرب السباك البهيمة العجوز من تدريب نادي الاتحاد.
ألف مبروك يا اتحادية، ألف مبروك، الله أكبر. وأخيرا إدارة الاتحاد أنصتت للجمهور، وأخيرا جاء قرار شجاع بإقالة هذا السباك اللي من العام وإحنا نشتكي، اللي من العام وإحنا نفوز ونشتكي، يعني حتى وإحنا نفوز نشتكي. فألف مبروك يا اتحادية. هذا البيان قبل 5 دقائق. خلي يسأل مين المدرب الجديد. إدارة الاتحاد ما هي مغفلة ودارسة أصلا الإقالة من السنة اللي راحت. واضح إنه في أسماء، وأعتقد والعلم عند الله إنه كونسيساو هو البديل. كونسيساو مدرب الميلان السابق اللي ما استمر في الميلان، أتوقع سنة، حتى ما استمر سنة. اللهم لك الحمد، الحمد لله. أهم شيء هذا السباك يطلع. والله أنا ما عندي مشكلة في خليفة، حسن خليفة. شكرا للنصر، شكرا لجيسوس، شكرا لكريستيانو، شكرا لماني، لأي واحد تألق بذيك المباراة، لأن يا إخوان رسميا تمت إقالة المدرب اللي مفروض يعتزل التدريب ويعتزل كل شيء في كرة القدم، لوران بلان من الاتحاد. الحمد لله يا إخوان افتكينا. عمركم شفتوا مدرب يقول لكم أنا ما أقدر أقدم أكثر من كذا؟ عمركم شفتوا مدرب بعد الخسارة يطلع يتكلم من خشمه ويهايط يا إخوان؟ ما قد شفت صراحة من حياتي كذا إلا ذا المدرب، إلا ذا المدرب. أي واحد يقول له وش سبب الخسارة يقول الفريق الثاني أقوى منه، هذا سبب الخسارة. بالله هذا تصريح والرد من مدرب. إخوان بالله شفت معاه أشياء ما قد شفتها بأي مدرب بتاريخ كرة القدم. اخترع أشياء زي ما اخترع كرويف في التدريب يا إخوان والتكتيك، هذا اخترع لنا أشياء جديدة. مثلا يا إخوان فترة الراحة اللاعبين يشربون موية، يشرب معاهم موية، يشرب معاهم، يخش معاهم يا إخوان، يسولف معاهم أخباركم كيف الدنيا، ما يعطيهم تكتيكات، ما يجمعهم زي باقي المدربين. وبعد اخترع شيء جديد، مساعد بلان يا إخوان، هو لاعب بالفريق، هو بنزيما، يروح يكلمه يا إخوان يقول له تعال مين تبغاني أطلع ودخل؟ طيب هو مساعدك اللي معك بالفريق يا حبيبي، تروح تكلم بنزيما؟ حبيبي والله العظيم تستهبل. الزبده مالكم في الطويله، افضل مدرب متوفر حاليا بالنسبه لي تشافي. لا حد يقول لي كونسيساو، تشافي جيبه يا حبيبي وخلص معاه، وعنده خبره اصلا يا اخوان بالخليج لانه كان يدرب السد. عموما صنعت مقطع، اعطونا رايكم في الكومنتات، لا تنسوا اللايك والفولو. الرابط فوق صوت كريناك. تشاو رجعتي. وسواها الجار سواها بشكل رسمي يا اخوان. نادي الاتحاد يعلن عن إقالة المدرب لوران بلان مع الجهاز الفني كامل. ايش تسوي الاتحادية يا جيران؟ ايش رايكم بهذا القرار؟ إقالة لوران بلان يا جماعة الخير، انتهى كل شيء. لوران بلان لم يعد مدربا لنادي الاتحاد. اعطوني رايكم في الكومنت الاتحادية. حبايب قلبي لا تنسوا فولو شير ولايك. يعني الحين انت والاخره معك، انا ماني فاهم انت ايش قاعد تسوي. يعني الحين مباراه امام النجمه، بدل ما تقعد تجرب فرنانديز ودومبيا تروح تجيب لي سمج مدافع. انت خايف من النجمه انه يهددك ويهجم عليك؟ لا وفوق ده كله مسوي لي تبديل الحنكه ايش في الدقيقه 90. اللاعب ما مسك كوره، قعدت احسب له 1 2 3 10 صفر الحكم 10 ثواني. والله يا عيال انا هذا مدربكم، انا تعبت وانا اشرح واقول هذا ايش عنده. لا وفوق ده كله اليوم في صحفي يسأل يقول له ايش العكل، مو عكل كروي، يقول له انت ايش التكتيك اللي قاعد تسويه؟ راح قال له انت ايوه انت تفهم في التكتيك، انا الخبره. يعني والله لولا الله ثم كانتي 3 نقاط ما في. بالعكس كان النجمه قادر على انه يسجل هدف. النجمه اليوم اذا ماني غلطان 5 تسديدات على المرمى، ويمكن 2 منها خطيره، واحده منهم لو مو العبسي كانت مشكله. انا كل اللي قاتلني سمج قاعد تلعبه في مباراه زي النجمه. يعني بدل ما تلعب دومبيا وفرنانديز لعب. لا وفي الاخير يقول لك اهم شيء ما استقبلنا هدف. اهم شيء ما استقبلنا هدف. هو المفروض انك ما تستقبل هدف مع النجمه، والمفروض انك تسجل 20 هدف. انا بس قاعد اتخيل المواجهه اللي حتجمع الاتحاد بالنصر. اتوقع المسمار الاخير في نعش ايش اسمه ده لوران بلان. النصر مواجهه النصر والاتحاد قمه الجوله الرابعه، صراع العروش. اللي انا متاكد منه ان هذا المدرب مهنته السباك. قبل ما نبدا لا تسمني الله يكون شر، وآية نشر كمان تابع لنهايه المقطع عزيزي المتابع، ما قربنا ل1000. كمل جميلك وتابعنا. نادي الاتحاد تورط في التوقيع مع هذا المدرب لوران بلان الفرنسي. هذا مدرب سباك، حتى السباك عنده يا اخي. مهند شنكيد انطرد في منتصف الشوط الاول وهو ما نزل اي لاعب في الخط الوسط. عندك محمد توامبي، عندك روجر فرنانديز، عندك مجموعه من اللاعبين يا اخي. نزل من بدايه الطرد
ما تنزلني في آخر المباراة. ترى نادي الوحدة لما خرج مهند الشنقيطي بدأ نادي الوحدة يتجرأ عليك. انت تقول هدفي آسي وانت معاك هذا المدرب السباك. ترى الموسم الماضي كان حقق البطولة بالحظ، حقق بمستوى ستيفن برغوين، حقق بموسى ديابي، كريم بنزيما، مو بهذا المدرب السباك. وانتوا وش رأيكم؟ هل تتفقوا مع رأيي ولا أنا الغلطان بس في المنطقة؟ قولوا رأيكم في التعليقات. لا تنسوا مني اللايك والشير ورعاية النشر وأماني. تابع القناة أيوه.